بداية الفيديو صلى على محمد وآل محمد. هلا وبنات، شلونكم؟ إجاني التعليق من بنوتة كاتبت لي عمر 14 سنة، فدوة نصحيني هاي الشغلات العمر 14 سنة. جبت لكم أنا شغلات العمر 14 سنة وحتى اللي عمرها بالعشرين تقدر تستخدمها. أول شي جبت لكم هذا الحب الشباب، هذا أنا مستخدمته بنات، طبعا يجنن. أنا العلبة مالته ضايعة وشاهد الله، دوروا ماكو قوة. لقيت لكم هذا الفيديو على اليوتيوب، نزلته وقصيته وركبته هنا، لأن العلبة اللي أنا جيت أستخدمها ما أعرف وين رايحة، يمكن انطيتها لبيت عمي. بنات هذا يخفي الحبوب، يعني ما يخلي كل أثر. الفازلين بنات، هذا الفازلين مجرد تجيبينه تمشطين بيه رموشك. يعني أنا جبت لكم شغلات من البيت وبسيطة بس بيها فايدة. الفازلين أنا مجربته، أمشط فقط مسكارة فارغة، أغسلها، أخذ الفرشة مالتها أمشط بيه ها رموشي، فتيطي نتيجة تجنن. يعني ثقوا، يعني كان كل يشوفني يقول لي ترى ماخذ على حاجبك يعني. وجبت لكم ماسكات للوجه، مقشرات بس شنو هي من داخل البيت وزينة، ما بيها ضرر، وكل البشرة تقدر تستخدمها، ما تسوي تحسس للعمر 14 و15 و20 أو حتى 30. هنا أنا خلي خاشوقة شكر وفازليل، همينة خاشوقة كلش صغيرة، لا تكثرون، سوون قد الشي اللي تستخدمونه انتو. طبعا هذا أنا سويته قدامكم واستخدمته بقى من يمه، انطيته لأختي عمرها 13 سنة استخدمته، قلت هذني في ذنك. وزيت الزيتون بنات نخلطها، هذا شكر وفازلين وزيت الزيتون، نخلطه بهاي الطريقة ونسوي ماسك تقشير شفة. قشر بيه شفايفنا، يعني شفايفنا منه هيجي شتتي بس تتفطر أو شي بسبب الحمرة نخليها دائما. فهذا الماسك كله زين مقشر للشفة، تمام. بهاي الطريقة نخليه على شفتنا ونبدي نقشر مثل ما جاي أنا أراويكم بالفيديو. طريقة دائرية يقشر لنا الشفة بتكمل. يعني ماسك سهل وما يكلف. يعني هاي الشغلات اللي أنا ذكرتها موجودة عندنا بالبيت، بكل بيت عراقي موجود الفازلين والشكر وزيت الزيتون. وهي بنوتة صغيرة عمرها 14 سنة، يعني ذن الشغلات يفيدنا وما يأثرن على بشرتها. أنصح البنات بهذا العمر، بنات فدوة روحكم تركوا المكياج. انتو إذا تخلون المكياج والله العظيم تخربون بشرتكم، يعني راح تظلمون نفسكم، انتو بعدكم صغار. هاي الشغلات كلها ابتعدوا عنها. البنية حابة تخلي مكياج من عمره 18 وما فوق. ثاني شي إذا حابة تخلين عندكم مناسبة شي، لا تكثرين، خلي مكياج طبيعي. والله العظيم أني قدام يعني المكياج ما خليته لمن يعني صار عمره 15 سنة، ومناسبات صارت عندي. يعني ب2018 أنا استخدمت المكياج، رغم كان وياي بنات يخلون المكياج بكثرة، أنا أبد ما أخلي. هنا جبت لكم هذا ماسك ثاني، همين تقشير الشفة وينطي توريد بسيط للشفا، ما أقلش توريد واو، إنه بسيط كلش قليل. اللي هو الدارسين، اللي ما يعرفون الدارسين شنو، اللي نستخدمه على الزردة، الدارسين وفازلين همين تدمجونه سوا وتخلونه بهاي الطريقة مدة 5 دقايق. تظلون أو فرشة مال أسنان إذا عندكم بعد أحسن، وتطبقونه على شفتكم ينطي توريد، يعني مو واو إنه بسيط للشفة وتقشير. هنا أنا جبت لكم مقشر للوجه، اللي هي طبعا بنات اعذرونا على هاي الشغلات اللي ضفتها على الفيديو، لأن كان وجهي عاكس على الميز وما كنت أعرف، يعني لو ما منتبه كان وجهي طلع بالتصوير. هذا ماسك تقشير للبشرة، اللي هي خاشوقة قهوة وخاشوقة شكر وزيت الزيتون، تخلطوهن يعني. وين وصلنا ما أعرف. بعد سمعتوا شنو اللي صار بالفيديو، قطعت تسجيل الصوت. ايه بنات، مثل ما ارجع اقولكم، ذولي هم ماسك تقشير الوجه للإيد، يعني عادي تقدرون تستخدمونه كل الجسم، ما راح ينطي ضرر أبد. حتى البنية تتحسس من المواد اللي جاهزة اللي بيها كيميائية ومن هاي الأمور، هذا أبد ما راح يسبب تحسس. هم تقشرون بيه البشرة حالة حال هاي المقشرات نشتريها بعد، ماكو داعي انكم شلون مثل الطريقة اللي بالفيديو، مدة 5 دقايق كذلك وتغسلونها بماي دافي. هاي هنا جبت لكم هذا الماسك ينطي تبييض وترطيب للبشرة. فتشي إنه مثل ما جاي تشوفون بالفيديو، نبرش الخيارة
أنا حاولت أبرش بالنعمة حتى أطلع ميها فما إجت وياي عدل، رجعت ورشت على ذيك الجهة أفضل. نبرش الخيارة بهاي الطريقة يعني. أنا سويت 2 صغار، كان عندنا فقط الخيار الصغار فسويت 2 صغار طلعت وياي هاي كمية هسه راح تشوفوها بالفيديو. وأرجع أقولكم آسفة على هاي العلامة الحمراء بالفيديو، هم كان وجهي عاكس هنا وغطيتها وضفتلكم اليوزرات عليها، لأنه والله ما أعرف ما كنت منتبهة إنه الميز إنه جاي يعكس الوجه مالته والإضاءة إنه يطلع، وتعرفون هذا يوتيوب وتركيز البنات ويروح والتصوير يطلع شي هم خطرة. طبعا هذا المميز اللي حصلته أني، أضيف عليه نشا خشوقة وحدة أو أخلطه وأخليه على البشرة لمدة 10 دقايق أو 20 دقيقة. بنات الأفضل 20 دقيقة، والله راح ينطيش تبييض وترطيب يجنن. وذول اللي جبتهم إلك بالفيديو شاهد الله بنات أنا أستخدمهم، أنا دائما أستخدمهم من نفسي، أنا بنية ما خليت شي ما جربته. يعني خاصة هاي الشغلات أنا أحبها اللي تكون من داخل البيت، مثل مي الورد، مثل الزبادي، مثل القهوة، مثل الدارسين. أنا يعني توقعوا حتى مرات أكتب شنو فائدة البوتيتا على الوجه، بس تخيلوا خاطر إنه أجيب شي من داخل البيت وأخلي وجهي أحسن ما أشتري وما أعرف شنو نبيه. فأنا ما جبت لكم ماسكات إنه مجرد شفتهم أو وحدة مجربتهم، أنا جاي أحكيكم عن تجربتي ما شاء الله. يعني وجهي كلش نظيف ما بيه تجاعيد، ما أقولش إنه بشرتي واو قطن، بشرتي يعني زينة. هنا جبت لكم ماسك ثاني ومنزلته سابقا أنا بالفيديو، العفو بالقناة، فيديو خاص بي، أول فيديو بالقناة تلقونه. خشوقة نشا وخشوقة حليب ومي ورد. هذا ينطي بياض فشي ثقوا من خلال أسبوع، أول أسبوع إذا تستخدمونه يوميا راح تبين النتيجة. أنا لحد الآن أستخدمه من 2018 لهاي اللحظة أنا أستخدم هذا الماكس، بس مو دائما. ليش أكذب عليكم؟ أنا بس من أسمع إنه عنده مناسبة أو تريد تصير عنده طلعة أركض أسويه وأخلي منه يومين 3 قبل المناسبة والطلعة. طبعا هاي المعاناة ما تخلص، وأنا جاي أسجل دخل أخويا وكان يحكي وياي. اي بنات، نخلطه بهاي الطريقة لما ندمجهم كلهم ببعض، ما أبقي الحليب بجهة والنشا بجهة، وكذلك نطبقه على البشرة على الوجه على الجسم. يعني أنا أرجع أقولكم إنه هاي مسكات اللي سويتها نقدر نستخدمها جسمنا كله مو فقط الوجه، على الرقبة على الإيدين، يعني عادي مهمة، يعني راح ينطون بياض ونتيجة كل جسمنا. ونتركه هذا 5 دقايق مجرد إنه ينشف عندنا. خلصنا من ماسكات البيت نرجع على الشغلات اللي لازم نشتريها. بنات أنا جبتلجن شغلات زينة. أول شي يكون تشترين غسول، كل بلاي لازم يكون عندها غسول مرطب وواقي شمس، تمام. هذا الغسول كل زين يعني ما يحتاج إنه أنا أحكي عنه، اللي مشتريته ومستخدمته تعرفه. وهذا غسول بالشاي، وانتي يعني جيبي الغسول اللي حسب بشرتك واللي تردينه، تمام. يعني أنا راح أضيف لك هنا صورة مجموعة غسولات واقي شمس ومرطبات، يعني من النوعية الزينة، وراح أراويك اللي عندي والمستخدمتهم أني، تمام. أنا مستخدمة كم غسولات بس اللي عندي حاليا ذولي اللي جاي أستخدمهم بعد واحد بالبقرة، يعني مستخدمته خليته فوق ماخذة منه هواي. الشغلة الثانية هي المرطبات. مرطب الباباية أنا جربته جاي تشوفون إنه هو مفتوح ومستخدم كل زين. وعندي مرطب بالصبار هذا همينه كل زين. وعندي بعد مرطب بس حاليا والله عند أختي ما أعرف وين خالته، همينه كل زين. يعني ذن 3 أنواع مرطبات أنا مستخدمتها. أما باقي المرطبات أنا قلت لكم راح أعرض فيديو هنا. شوفوا هذا عندي مرطب يد مستخدمته همينه، يعني نوعا ما زين، ما أقول لك واو أو زين. هنا نجي شنو خلصنا من المرطبات. واقي الشمس راح أخليكم صورني شوفوا واقي الشمس أنا جايبته حسب بشرتي، والثاني يعني مخلص وأنا الشغلة تخلص ما أضمها للأسف أشمرها، فراح أجيب الصورة أركبها لكم مثل ما قلت لكم بداية الفيديو وتختار من يمها. راح أضيف لكم صورة لو بنهاية الفيديو، لو قبل شوي ما قلت لكم هنا راح أخليكم صورة. نجي على النظافة. طبعا إحنا مو نريد فقط نبيض وجهنا واو، لا لازم نعتني
جسمنا كله. نجي للأسنان بنات، لازم نفرج أسناننا ونعتني بيهم، ونشرب مي ورد وهيل حتى ينطي نظافة وعطر طيب. ناخذ هذا العطر للجسم. انت كونك عمرك 14 سنة انت طالبة، لازم يكون يعني عطرك فواح. البنية أهم شي عطرها. وعندي هذا السبلاش يستخدم للشعر وللجسم، هذا الفرموني. وعندي هذا قبل كم يوم اشتريته بنات، عطره يجنن. وآسفة قلت لكم سعره كان 6، لا بنات سعره 3. سعره 3 بس عطره يجنن وثابت، يعني مو بس أنا مشتريته، أختي وعماتي. هذا السبلاش بيه لمعة بنات، يستخدم للشعر وللجسم. بنات هذا عطره ثقوا إنه بنت عمي شميته بيه راسلتني على الواتساب، كانت تقلي زهراء العطر الخالته لحد الآن بخشمي، فدوة خذيلي الصورة ودزيلي إياه. من دزيتلها ما صدقت إنه هو سبلاش. وهذا العطر الفرمون هذا أنا حاليا جاي أستخدمه مثل ما جاي تشوفون. عطره لطافة، هادي، ناسك، ثابت، يجنن. هذا سعره 27,000. أنا حاليا جاي أستخدمه، يمكن انتوا جاي تشوفون إنه أنا مستخدمته. نجي هنا عن مكياج. كونك انت بنوتة وصغيرة ماكو داعي تكثرين أرجع وأقولك مكياج وتخربين بشرتك وتخربين يعني الطفولة بيك. يعني عمره 14 سنة أسويلها أنت طفلة، قلت أنا طفلة، أنا عقلي أكبر من عمري ومن هالشي. لا حبيبتي بالعكس، أنا عمري 21 سنة مني وأنا كلش ناعمة، يعني ألعب مع بخواتي. من يجون عمامها يقولوا لي أنت ناعمة كأنك طفلة وأنت بعدك طفلة. والله أكيف إنه هاي الكلمة كلش حلوة، إنه أنت طفلة ماكو أحلى من الطفولة. هذا الجل مال حاجب الأول واحد راوتش إياه. وهذا مسكارة جل. بالنسبة لي أفضل المسكارة الجل، إنه تمشطين بيها حاجبك ومن بعد شوية يبس ويبقى حاجبك ثابت، رسمته حلوة. ماكو داعي تكثرين بالتاتو شي. هاي جلوسات، هذا أول واحد بتوريد كلش قوي، والثاني لا مجرد توريد قليل يعطي لمعة للشفة. لأن تقدرين تستخدميه بالطلعة، تستخدميه بالمناسبة. يعني ماكو داعي تكثرين وجهك وانت بعد مثل ما أرجع وأقول عمر المراهقة عمر الورد يتجنن. وهذا التند هذا يعطي توريد، يعني إذا تردين إنه انت توريد شيء قوي، هذا التوريد كلش قوي. واو أنا جاي أجرب لك على إيدي وعي ينطي نتيجة تجنن. أو ثابت بنات، هذا التند كلش ثابت والله العظيم. يعني أنا أخليه يظل أكثر من 6 7 ساعات، حتى من أشرب مي أو أغسل وجهي هو باقي يعني ما يروح. مرطب شفة، أكيد كل بنية تحتاج مرطب شفة، هاي نوعية. وعندي بعد نوعية بيضة، وأكو نوعية تجي بعلبة دائرية الوردية، بس أنا خليتها فوق ويا المكياج والله تعجزت أنزلها. إذا حصلت صورة إلها أركب لكم صورة هنا، وإذا ماكو تعذروني. وهاي نوعية من التنت، هاي نوعية يعني كلش قديمة كل البنات يعرفوها. أنا لحد الآن عندي استخدمتها مرة أو اثنين، وبقى صراحة لونها ما عجبني، لونها ينطيني الماروني. مسكارات، إذا حابة يعني إنه تخلي مسكارة جبت لك إنه ذولي أفضل مسكارات. أنا ذولي أستخدمهم لحد الآن. يعني هاي المسكارة الأولى اللي بلاية كرتونة صار لي 3 سنين أستخدمها. وهذا كل فيديو واللي عدها تعليق يعني أو حابة تسألني عن شي أو أنصحها بشي، بنات أنا اللي أعرفه ما أقصر بيه عنكم، كل هذا أنا اللي أعرفه ما عندي أكثر من هيك. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون إنه تدعموني باللايك والاشتراك. تعليقاتكم بنات والله أشكركم كلش، يعني ما توقعت إنه هاي تعليقاتكم وهذا كلامكم اللطيف. وأرجع وأقول كل تعليق يشمت تربيتك. يعني أنا لاحظت كم تعليق به السب، ورغم أني لا أعرفني البنات ولا يعرفني وقناتي جديدة. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو بنات، أشكركم ومع السلامة.